حبايب قلبي دكاترة مهندسين الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة باشمهندسين مع حالة تمارين درس رقم 1 من الوحدة التاسعة من كتاب الأدوار. حماية باشمهندسين بيقول لك ضرب كسور وأعداد كسرية في عدد صحيح. ونبدأ في كتاب الأدوار صفحة 54 55 56. خلينا نشوف السؤال. بيقول لك هنا اوجد ناتج من مالي مستخدما خط الأعداد. دي كده يا باشمهندس 3 على 5 مضروبة في الخمسة. عايز تركز معايا يا باشمهندس. هنا يا باشمهندس المقام بتاعنا 5. بص كده هتبدأ من أول حاجة من أول الصفر وتقسم لي دوت كده 5 وبعد كده تقول لي 1. يعني دي كده 1 على 5 2 على 5 3 على 5 4 على 5 5 على 5 اللي هي فيها 1. كمل. دي 1 2 3 4 5 على 5 اللي هي فيها كام؟ 2. كمل. 1 2 3 4 5 و5 على 5 اللي هي فيها كام؟ 3. برافو عليك. يلا بينا. هنا يا باشمهندس دي 3 كل 3 مع بعض. هنا 1 2 3. هنا كده يا باشمهندس كده 1. كمل. 1 2 3 كده 2 1 2 3 كده 3. هناخدهم كام واحدة؟ 5 وحدات. ركز معايا. 1 2 3. هنا كده يا باشمهندس 3 كده 4 صح؟ 1 2 3. هنا لحد كده يا باشمهندس وكان لحد كام؟ التلاتة. تيجي هنا والتلاتة خلاص. طب ركز في التانية. دي المقام بتاعها 3 تيجي بدل من أول صفر. 1 على 3 2 على 3 3 على 3 اللي هي فيها 1. كم؟ 1 على 3 2 على 3 و3 على 3 اللي هي فيها كام؟ 2. كم؟ 1 على 3 2 على 3 و3 على 3 اللي هي فيها التلاتة. ياما كده. احنا ماشي كام واحدة؟ 2. كل واحدة منها بواحد. ادي كده 1 2 3. خلاص كده. احنا عايزين ماشي 2 بس عشان نسعفهم. هنا شو كده ادي 1 2 وجاتنا دي كام؟ شو برافو عليك 2 على 3. خلاص. طب اللي تحت. يلا يا مستر نبدأ من أول الصفر. يلا 1 على 4 2 على 4 3 على 4 و4 على 4 اللي فيها 1. هنا 1 على 4 2 على 4 3 على 4 و4 على 4 اللي فيها الاثنين. ياما كده. هنا يا باشمهندس كده نمشي كام واحدة؟ 3. كل واحدة منها عبارة عن 1. يلا ادي 1 2 3 وجاتنا عند كام؟ برافو عليك 3 على 4. طب رقم 4 ديت المقام بتاعها ب6. نبدأ من أول الصفر. 1 على 6 2 على 6 3 على 6 4 على 6 5 على 6 6 على 6 و6 على 6 اللي هي فيها كام؟ فيها الواحد. يلا 1 على 6 2 على 6 3 على 6 4 على 6 5 على 6 و6 على 6 اللي فيها الاثنين. يلا غير رجالة. نمشي كل كام؟ كل مرتين 4. همشيها 4 مرات. يلا هنا كده 1 كم 2 3 4. احنا واقفين عند كام؟ 1 صحيح و2 على 6. اوعى تسيبها كده، احنا عايزين نحط الصورة. فتقسم لي ديت على الاثنين وتقسم لي ديت على الاثنين. ادي الواحد زي ما هو 2 على 2 فالواحد 6 على 2 فيها الثلاثة تصبح معاك 1 و1 على الثلاثة. تمام كده يا باشمهندس. تمام. تعال نجيب السؤال رقم 2 يا باشمهندس. بيقول لك اوجد ناتج مالي مستخدما المخططات. يلا بينا. اول حاجه يا باشمهندس دي كده كام؟ 4 مضروبه في الاتنين على 5. يبقى احنا عايزين نكرر الاتنين على 5 دي كام مره؟ 4 مرات. نيجي عاملين كالتالي. تروح راسم لي مستطيل يا باشمهندس اهو. مقسم لكام جزء يا باشمهندس؟ برافو عليك 5 اجزاء. فين المستطيل اهوت؟ خلينا مثلا نرسمه كده اهو. مقسم مستطيل ل5 اجزاء. طيب نرسم كام واحده؟ 4 وحدات. ادي 2 كده تمام 3 4. تمام كده يا باشمهندس. تمام. كل مستطيل منهم مقسم لإيه؟ 5 أجزاء. أدي 1 أهوت كده. دي كده 1 2 كمل 3 4 كده 4 أهوت يا باشمهندس. كده كام؟ 1 2 3 4 5. تمام كده. كل واحد منهم نقسمه كام جزء؟ برافو عليك 2. أدي كده يا باشمهندس. كده 2 كده 2 كده 2 كده 2. لو تيجي يا باشمهندس هندي بقى طريقتين. يلا اول حاجه عدهم لي كلهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8. دول كده 8. طيب هما 8 والمستطيل الواحد منهم مقسم لكام جزء؟ 5 اجزاء. يبقى المقام بتاعنا 5. واللي بقى 8 دهيت عباره عن 5 زائد الكام؟ التلاته. 5 مكرره مره واحده بس يبقى بيساوي 1 صحيح. اتبقى فوق 3 والمقام بتاعها 5. تبقى 1 و3 على الخمسة. اكتب اهوت 1 و3 على الخمسة. مفيش طريقه تانيه يا مستر؟ في. ركز في اللي بعدين. دي كده يا باشمهندس المقام بتاعها كام؟ 5. يبقى نرسم مستطيل مكون إلى 5 أجزاء. جميل. كام واحد يا باشمهندس؟ 2. يلا بينا أهو. كده يا باشمهندس 1 2 1 2 3 4 5. جميل. 1 2 نكمل لحد الآخر بقى أهوت. تمام كده يا باشمهندس. كل واحد منهم مقسم لكام جزء؟ 3. يلا بينا. أدي 1 2 3 وهنا 1 2 3. جميل خالص.
هنا يا باشمهندس بقى باستخدام يا باشمهندس طريقة التكملة، دي اتبقى 2 هنحذف 2 من دولت ونلونهم فوق اهوت اهو، مش دي نموذج كامل ملون بواحد صحيح. اتبقى معانا واحدة اهيت، تكتب واحد في البسط والمقام بتاعنا 5، تبقى واحد وواحد على 5. طب تمام مرة كمان مرة، 2 وواحد على 6، تلاقي راسم مستطيل مقسم لكام جزء؟ برافو عليك، إلى 6 أجزاء. يلا بينا، أدي 1 2 3، احنا هنرسمه مرتين بس يا باشمهندس، مرتين بس عشان هو هنا عدد صحيح هنا 2. يلا بينا، 1 2 3 4 5 6، وهنا كمان نفس النظام يا باشمهندس، نفس العدد بالظبط، هو اللي فوق واللي تحت. طيب هنا كده يا باشمهندس كل واحد منهم كام؟ برافو عليك، في البسط هنا واحد، يبقى نلون من ده واحد اهو. طيب احذف لي يا باشمهندس من اللي تحت ديت الواحده ولونها لي فوق، يبقى كده بقى معاك كام؟ 2 على 6. اوعى تسيبها كده ابسط الصوره، نقسم هنا على 2 ونقسم هنا على 2، 2 على 2 فيها الواحد، و6 على 2 فيها التلاته، تصبح معاك 1 على التلاته. تعال نجيب الصوره بعد كده. الصوره رقم 4 هنا يا باشمهندس 3 مضروبه فيه 1 على 7، تروح راسم لي مستطيل مقسم لكام جزء؟ برافو عليك، الى 7 اجزاء. احنا بقى هنرسم المره مستطيل واحد. ليه يا مستر؟ انا لعبت دلوقتي. يقسموا كام جزء؟ 7. ادي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. تمام. هنا في البسط كام؟ واحد. في البسط كام؟ واحد. نلونه كام مرة؟ 3 مرات. ادي 1 2 3. خلاص كده احنا كده خلصنا كده، التلاتة بس متلونين وكلهم 7، باقي التلاتة على 7. طب ديت ارسم مستطيل مقسم لكام جزء؟ لجزئين. احنا عايزين نرسمه كام مرة؟ 8 مرات. يلا بينا، ادي كده 2 مستطيلين كده، 3 مستطيلات، تمام، 4 مستطيلات، 5 مستطيلات، 6 مستطيلات اهمت، 7 مستطيلات، 8 مستطيلات. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. كل واحد منهم مقسم لكام جزء يا باشمهندس؟ لجزئين عشان المقام هنا 2. طب نلون من كل واحد منهم كام واحدة؟ برافو عليك، نلون منهم كل واحد واحد. الكام مستطيل؟ ال8 مستطيلات. يلا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. عيد لي كده يا باشمهندس كام واحدة ملونة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. دول كلهم 8 ملونين، وكل مستطيل منهم الجزء الواحد مقسم لجزئين. 8 على 2 اللي هي فيها كام؟ فيها ال 4. تروح كاتب هنا كده يا باشمهندس بتساوي ال 4. فين هنا يا باشمهندس؟ اهي. طب رقم 6 اول حاجة يعمل ايه؟ برافو عليك، ممكن ترفع الكسر او ممكن تحل على طول، بلاش حكاية رفع الكسر عشان احنا هنستخدم النماذج دي يا باشمهندس. طيب دي كام يا باشمهندس؟ برافو عليك 3. ارسم لي 3 مستطيلات. ادي 1 2 3، وديت مستطيل تقسمه كام جزء؟ 3 اجزاء اهو. خلاص كده، كام واحدة منهم؟ برافو عليك، مرتين. ادي كمان 1 2 3، نفس اللي فوق ده هو نفس اللي تحت، وترسم لي مستطيل تقدر تقسمه الى 3 اجزاء. جميل. يلا بينا نلون يا باشمهندس كل واحد. التلاتة دي كام واحدة؟ مرتين اهو. 1 2 3 كده، واحد كمان، 1 2 3 كده 3 اجزاء. دي كام؟ واحد. ادي كده واحد من فوق واحد من تحت، يبقى احنا كده عملنا مرتين. ممكن يا باشمهندس تحدي شيل ديت ويلونها من فوق، صح؟ كم واحد ملون كله على بعضه؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 صحيح. معاك جزئين ملونين، 2 على التلاتة، تبقى 6 و2 على التلاتة. تعال نجيب الصورة بعد كده. الصورة رقم 3 بيقول لك اوجد ناتج بمالي مستخدما الاستراتيجيات التي تفضل. احنا هنستخدم اسهل استراتيجية يا باشمهندس اللي ملهوش مقام واحد. فاحنا ممكن نقول هنا يا باشمهندس دي واحدة يا باشمهندس عشان محدش يفكرها صح. طيب ممكن نكسب هنا على 5 فيها الواحد، وهنا على 25 على 5 اللي هي فيها الخمسة. الواحد في 3 والواحد في 5 ب5 تصبح معاك 3 على 5. طب ديت اللي ملهوش مقام واحد، ما تقبلش الاختصار، صح؟ مظبوط. طيب لما تيجي تضرب يا باشمهندس ال7 في 9 ب 63، ادي ال 63 اهيت، والمقام في تحت الواحد في 10 ب 10. طب ال 63 ده يا باشمهندس عبارة عن 60 زائد التلاتة. جميل. هنا على 10 وهنا كمان على 10، 60 على 10 فيها 6 زائد التلاتة على 10. دي كاتب لي فوق هنا 6 و3 على العشر. طب ديت اللي ملهوش مقام واحد. طيب هنا على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها التلاتة، الواحد في 14 ب 14، والواحد في 3 ب3. طب هل في رقم ينضرب في التلاتة بيساوي 14؟ لا. طب ما ال 14 ديت عبارة عن 12 زائد الاتنين، والمقام بتاعها دي 3 والمقام بتاعها دي 3. 12 على التلاتة فيها الأربعة، وتبقى معاك 2 على التلاتة. طب هنا كمان، هنا مش هندسة تقسمها أكنها على الواحد. هنا 6
على التلاتة فيها الاتنين، والاتنين في اتنين بأربعة. طب دي اللي ملهوش مقام مقام واحد. الواحد في 24 ب24، واحد في 6 ب6، تصبح معاك 24 على 6 اللي في 4. طب ما احنا ممكن نقول على طول 24 على 6 فيها الأربعة. الواحد في 4 ب4، والواحد في واحد بواحد، والواحد في المقام ما بنكتبهوش. طب دي اللي ملوش مقام مقام واحد. الاتنين 13 طبعا ما تكبرش الجسم على 5. الاتنين في 3 ب6، والواحد في 2 ب2، الواحد في 5 ب5. طب ما دي كده يا باشمهندس ال 26 مش عبارة عن 25 زائد الواحد؟ دي كده على 5 ودي كده على 5. 25 على 5 فيها كام؟ برافو عليك، فيها ايه الخمسة؟ اتبقى فوق واحد والمقام بتاعها 5. خلاص. طب رقم 7 دي، الواحد ده هتنضرب في الأربعة، والواحدة ده هتنضرب كمان في الأربعة. الواحد في 4 ب4. الواحد، بص عشان خلينا نكتبها تحت. احنا قلنا كده الواحد في الأربعة بأربعة، والواحد في 4 ب4، والتلاتة ما تضربهاش في التلاتة، نضرب في البسط بس. في البسط بس. طيب مش الأربعة ده مش هندس أكبر من التلاتة؟ يعني الأربعة ديت عبارة عن 3 زائد الكام؟ الواحد. طب ما التلاتة ديت متكررة مرة واحدة، فدي زائد واحد أصبحت كام؟ برافو عليك، أصبحت يا باشمهندس ديت 5. وتبقى فوق واحد والمقام بتاعها 3. أدي 5 وواحدة 3. طب ديت تاني أنا ضدي في الأول وفي التاني. الاتنين في 5 10، والتلاتة في 5 ب15 على الأربعة. طب ما في رقم ينضرب في الأربعة يساوي 15؟ لأ. إنك ديت يا باشمهندس كده عبارة عن اللي هي 15 بمعنى صح، مش عبارة عن ال 12 زائد التلاتة. أيوه، 12 على الأربعة والتلاتة كمان على الأربعة. هي 12 على الأربعة فيها كام؟ فيها التلات. 3 و10 13، تبقى دي كده 13. اتبقى هنا 3 على الأربعة، أصبحت 13 والتلاتة على الأربعة. طب ديت 9 في الواحد ب9، والواحد 9 ب9، والاتنين تنزل هي. طب ما التسعة اللي فوق دي مش اللي في الباص ديت عبارة عن كام؟ برافو عليك، عبارة عن التمانية زائد الواحد. دي على الاتنين ودي على الاتنين. 8 على الاتنين فالأربعة 9 وأربعة برضه 13، دي كانت هنا كده 13. ويتبقى معاك واحد على الاتنين. طب دي الاتنين في 10 ب20، والواحد في 10 ب10، والمقام زي ما هو. طب 10 لأربعة طبعا فيها اتنين ونص، بس ركز معايا واحدة واحدة. ال10 ديت عبارة عن 8 زائد الاتنين، هنا على الأربعة هنا على الأربعة. 8 على الاتنين، 8 على الأربعة دي فيها الاتنين. 2 زائد 20 تبقى ب22، وتقسم ديت على الاتنين وتقسم دي على الاتنين، 2 على الاتنين فالواحد، و4 على الاتنين فيها الاتنين، تصبح 22 واحد على الاتنين. طب رقم 11، هنضرب السبعة ديت في الأولى وفي التانية. الواحد في 7 ب7، والواحد في السبعة كمان ب7، تصبح 7 على 5. طب ما دي كده يا باشمهندس 7 صح؟ عبارة عن 5 زائد الاتنين، دي متكررة مرة واحدة فتزيد واحد، أصبحت 8 وفوق 2 على الخمسة، بقت 8 و2 على 5. طب رقم 12، الواحد في 8 ب8، و2 في 8 ب16، على المقام كام؟ 5. أو هتغير المقام. طب دي كده يا باشمهندس ال 16 ديت مش عبارة عن 15 زائد الكام؟ زائد الواحد. ال 15 على 5 فيها التلاتة. طب 3 زائد التمانية، برافو عليك يا باشمهندس، عبارة عن 11. ويتبقى فوق واحد والمقام ب5. تعال نجيب السؤال بعد كده. السؤال رقم 4 بيقول لك هنا اوجد قيمة كل مما يلي. 1 على 5 من 6. يلا يا باشمهندس نضرب الواحد على الخمسة مضروبة في الست. اللي ملهوش مقام مقام بواحد. الواحد في 6 ب6، والواحد في 5 ب5. طب ما 5 على 6 ده يا باشمهندس مش الخمسة دي عبارة عن 5 زائد الواحد يساوي 6؟ الخمسة متكررة مرة واحدة يبقى في واحد صحيح، اتبقى فوق واحد والمقام بتاعنا 5، أصبحت واحد وواحد على الخمسة. طب ديت 2 على التلاتة من الأربعة، يعني أكنها مضروبة في الأربعة اللي ملهوش مقام مقام بواحد. طبعا مفيش حاجة تصرف مع الأربعة والتلاتة. الاتنين في 4 ب8، والمقام بتاعنا 3. طب ما يا باشمهندس مش التمانية ديت عبارة عن 6 زائد الاتنين؟ أيوه، هنا على التلاتة وهنا على التلاتة. طب ركز كده، 6 على التلاتة فيها الاتنين، وتبقى معاك 2 على التلاتة. خلاص. طب ديت 4 على الخمسة من 20، يعني الأربعة على الخمسة مضروبة في ال20 اللي ملهوش مقام مقام واحد. طب ما يا باشمهندس هنا 20 على الخمسة فيها الأربعة، والأربعة في 4 ب16، كده تكون خلاص. طب دي 3 على الأربعة مضروبة في ال16. طب ما يا باشمهندسي مش ال16 على الأربعة فيها الأربعة؟ أيوه. طب وتلاتة في 4 ب12، دي كانت هنا كده ال12. طب دي هنقول يا باشمهندس الواحدة التمانية مضروبة في التسعة، وطبعا اللي ملوش مقام مقام واحد، والواحد 9 ب9، والواحد في 8 ب8. دي يا باشمهندس التسعة دي مش عبارة عن 8 زائد الواحد؟ أيوه.
والتمانية دي مكررة مرة واحدة يبقى واحد صحيح، ويتبقى فوق واحد والمقام بتاعنا 8، أصبحت واحد وواحد على التمانية. طب دي 3 على 7 من 14، أدي 3 على 7 مضروبة في 14. 14 على 7 فيها الاتنين، والاتنين في 6 والاتنين في 3 في 6، تبقى دي ك6. طب شوف رقم 5 بقى، بيقول لك اكتب تعبيرين عدديين مختلفين يمثلان عملية الضرب ولهما نفس الناتج. خد بالك من حكاية لهما نفس الناتج، شكل بالعددين بس أهم حاجة يطلعوا نفس الناتج. طيب بص كده يا باشمهندس، هنستخدم قوسين واحد، التلاتة في5 ب15، ادي 15 مضروبة فيه 1 على 10، وبدل دول، دي عدد صحيح ودي يطلع فوق الكسر، يعني هنقول التلاتة مضروبة فيه 5 على 10. طب هنا الاتنين في 6 ب12، يبقى نضرب ال12 مضروبة فيه 1 على 8 وبدل، تصبح ال6 مضروبة فيه الاتنين على 8. طب ديت يلا يا باشمهندس، التلاتة في 10 ب30، 30 مضروبة فيه 1 على 12، روح بشغلب، أصبحت 10 مضروبة فيه التلاتة على 12. طب ديت التلاتة في 7 ب21، يبقى نقول كده 21 في 1 على 4. طب ودي تبقى 3 في 7 على 4. رقم 5 هنا الباشمهندس ارفع الكاس، يعني الأربعة مضروبة فيه الواحد في 5 في 5 زائد واحد 6، تبقى الأربعة في 6 على 5، شكل ما بينهم يعني 6 في 4 على 5. طب ديت ارفع الكاس، ادي 8 مضروبة فيه الاتنين في 3 في 6، 6 زائد 3 ب8، تبقى 8 على كام؟ 8 على 3. طب هنا شكل يا باشمهندس لا، اضربهم بقى ببعض، التمانية في 8 ب64 مضروبة فيه كسر الوحدة اللي هو 1 على 3. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 6 يا باشمهندس بيقول لك أكمل النمط التالي في عدة دول. بص كده يا باشمهندس، دي عبارة بتمثل القاعدة اللي 9 على 10 والمدخل 2. بص كده يعني كأنه بيضرب الاتنين في 9 على 10. هنا اللي مش مقام واحد، 2 على 10 فيها 5، أصبحت معاك 9 على 5. طب ما التسعة ديت مش عبارة عن 5 زائد 4؟ مظبوط، 5 مكررة مرة واحدة يبقى تبقى معاك واحد صحيح، وادي 4 على 5. طب شوف التانية اللي رقم 4 دي، هنكتب هنا 4 مضروبة في الكام دي يا باشمهندس؟ 9 على 10، على الاتنين فيها الاتنين، على الاتنين فيها 5. الاتنين في 9 ب18، والمقام كام؟ المقام بتاعنا 5. طب ما ال18 ديت مش عبارة عن 15 زائد الكام؟ برافو عليك، زائد 3. 15 على 5 فيها 3، ويتبقى معاك 3 والمقام بتاعها 5. طيب اللي بعده هنا شو 6، ادي الستة مضروبة في الكام شو في 9 على 10، ادي 9 على 10، على الاتنين فيها 3، على الاتنين فيها 5. التلاتة في 7، التلاتة في كام؟ في 9 عبارة عن 27، والمقام بتاعنا 5. ال27 ديت يا باشمهندس مش عبارة عن 25 زائد الكام؟ الاتنين؟ مظبوط، 25 على 5 اللي هي فيها 5 صحيح، ويتبقى فوق 2 والمقام بتاعنا 5، أصبحت 5 و2 على 5. ودي كده يا باشمهندس حلها أنت. طب ديت رقم 2، بقول لك القاعدة هنا هي 3 و5 على 8، المدخل بتاعها 2، ادي الاتنين هتنضرب في التلاتة و5 على 8. طب ما ايه الرقم يا باشمهندس؟ تعالى نضرب الاول باستخدام التوزيع وبعد كده نروح نضرب ايه باستخدام رفع الكسر. هنا يا باشمهندس الاتنين في 3 في 6، والاتنين في 5 ب10، ادي ال10 على 8. ال10 دي عبارة عن 8 زائد الكام؟ الاتنين، ال8 مكررة مرة واحدة شيلهم، لما تشيلها يا باشمهندس دي زيد 1، أصبحت معاك 7 و2 على 8. اقسم ديت على الاتنين واقسم دي كمان على الاتنين، السبعة تنزل واتنين على الاتنين فالواحد، 8 على 2 فيها الأربعة، تصبح معاك 7 وواحد على 4. طب شوف التانية كده يا باشمهندس رقم 4 دي، هنضرب هنا الأربعة مضروبة في التلاتة و5 على 8، ارفع الكسر، ادي الأربعة زي ما هي مضروبة في التلاتة في 5 التلاتة في 8 ب24، 24 زائد ال5 عبارة عن 29 على كام؟ على 8. على الأربعة فيها الاتنين، لا هنا على الأربعة فيها الواحد، وهنا على الأربعة فيها اتنين، يتبقى معاك 29 على 8. طب ما ال29 ده عبارة عن 28 زائد الواحد، اقسم على الاتنين، اقسم على الاتنين، 28 على 2 فيها 14، نكتب هنا كده 14، دي كده 41 ازاي؟ نكتب هنا شو كده 14 اهو، ويتبقى معاك نص، تبقى 14 ونص. طب رقم 6 ده يا باشمهندس، وقف الفيديو وحله.
وعشان تتأكد يا باشمهندس الستة في 3 و5 على 8 تطلع معاك ب21 و3 على 4، ودي كده عشان تطلع معاك ب20، ودي لما تحلها تطلع معاك ب7 و1 على 5. طيب تعال نجيب السؤال بقى رقم 3 يا باشمهندس. هنا ديت العشرة مضروبة في الاتنين مضروبة في العشرة وواحد على 4، هنا تنضرب في الأولى وفي التانية. الاتنين في 10 ب20، والاتنين في 1 ب2 على 4. اقسم ديت على الاتنين واقسم ديت على الاتنين. طب ما ال20 زي ما هي اهي، واتنين على الاتنين فالواحد، وأربعة على اتنين اللي هي فيها اتنين، تصبح معاك 20 وواحد على الاتنين. طب رقم 4 كسر تاني أو لون تاني، خلينا بقى اللون غير تاني ده يا باشمهندس، نجيب اللون اللي هو بنفسجي ده. هنضرب الأربعة مضروبة في العشرة وواحد على 4، هنضرب الأربعة في الأولى وفي التانية. الأربعة في 10 ب40، والواحد في 4 ب4، والمقام ينزل زي ما هو اللي هو 4. 4 على 4 فيها الواحد، واحد زائد الأربعة تطلع معاك ب41، تبقى دي كده يا باشمهندس ب41. وعايزة توجه الفيديو تحل ديت وديت، وده يا باشمهندس بتتأكد يعني تطلع ب61.5، ودي تطلع معاك ب82. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 7 بيقول لك أكمل المال. بيقول لك يا باشمهندس واحد وواحد على 5 مضروبة في واحد وواحد على 5 زائد واحد وواحد على 5، متكررة مرتين يعني كده مضروبة في الاتنين. طب ديت 7 على 8 مضروبة في التلاتة، أصبحت التلاتة ده عملية إبدالية ديت، التاني بقى الأول يبقى الأول بقى التاني، تبقى 7 على 8. طب ديت 3 مضروبة في كام عشان تصبح معاك 3 في 4 أهي. طب ما جالك 3 في 4 تضرب هنا في الأربعة. طب ما دي يا باشمهندس ما جالهاش هنا الأربعة يا باشمهندس. أيوة يا باشمهندس هي هنا يا باشمهندس كده نص، يعني كانت 3 ثابتة والنص والأربعة اللي متزايد تبقى هنا 4.5. طب دي واحد وواحد على 6 مضروبة في التسعة بتساوي كام على التسعة، كام على 6 مضروبة في التسعة. طب ما التسعة وهنا عشان تصرف على الكسر يعني ايده فريلو زائد راسه، الواحد 6 ب6 زائد واحد ب7 خلاص. طب ديت 3 واتنين على التلاتة مضروبة في الخمسة بتساوي الخمسة اهيت واهي اهي خلاص. 2 على التلاتة زائد كام؟ زائد التلاتة اهي زائد اهي. السؤال رقم 6 هنا يا باشمهندس كده المقام هنا متغيرش تمام. الاتنين في 6 ب12، ايه اللي ينضرب في الأربعة بيساوي 12؟ طبعا مفيش غيرها يا باشمهندس هي التلاتة، تبقى تصبح 3 على الخمسة مضروبة في الأربعة. طب دي اللي ملهوش مقام واحد، بص كده التسعة ثابتة تمام، الأربعة بخمسة ب20، ايه اللي ينضرب بقى في الأربعة؟ طبعا أكيد الخمسة. طب ديت هو هنا يا باشمهندس رفع الكسر، تعال نشوفه. هنا اللي ملهوش مقام واحد، فطبعا الواحد في 7 ب7، ايه اللي انضرب في 5 بيساوي 30؟ طبعا مفيش غيرها هي الست. طب دي 3 على 4 متر في تساوي كام سنتي؟ يبقى نضرب التلاتة على 4، شوف بقى هو المتر فيه كام سنتي؟ 100، يبقى تضرب فيه 100 على 4 اللي هي فيها ال25، التلاتة في ال25 على طول بتساوي 75. طب رقم 10 هنضرب الأربعة في الواحد التمانية اللي هو بيقول لك تمن من أربعة اللي ملوش مقام واحد. 4 على 4 فيها الواحد، والتمانية على 4 اللي هي فيها الاتنين تطلع معاك بواحد على اتنين. طب دي هنرفع الكسر الأول، هي هنا يا باشمهندس أو تعال بص يا باشمهندس هنا على طول، دي عبارة عن 2 وواحد على 5، أدي الاتنين وواحد على الخمسة. هو لما تيجي تحول من الكيلو جرام للجرام تضرب في كام؟ في 1000، يبقى تضرب لي ديت في ال1000 وتضرب لي ديت في ال1000. طيب الاتنين في 1000 تبقى عبارة عن 2000، زائد 1000 على الخمسة عبارة عن 200، يبقى 1000 زائد 200 اللي هي بتساوي 2200. طب رقم 12 هنا 3 وواحد على 2 ساعة، يبقى تضرب التلاتة وواحد على 2 الساعة للدقيقة بتضرب في 60 صح؟ يبقى التلاتة في 60 زائد نص في 60. يلا يا باشمهندس التلاتة في 60 تبقى على طول ب180 زائد نص 60 عبارة عن كام؟ عن 30، مجموعهم ب210 أهو. طب رقم 13 إذا كانت قاعدة النمط هي الضرب في 3 كده هيضرب فيه تلت، والمدخل 27، يبقى تعالى نغير اللون بس الأول كده. آدي التلت مضروبة في ال27، 27 على 3 طبعا فيها كام؟ فيها 9. طب دي إذا كانت قاعدة النمط هي الضرب في واحد وواحد على 2 والمدخل هو الأربعة، يعني اضرب الأربعة في واحد وواحد على الاتنين، الواحد في الأربعة بأربعة والواحد في الأربعة بأربعة، تصبح أربعة على اتنين اللي يبقى الاتنين اتنين زائد الأربعة عبارة عن ست، تبقى دي كان نكتب هنا كده ست. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 8 بيقول لك أي بعمال، بيقول لك إذا كان 3 على 4 من تلاميذ الفصل بنات
وكان عدد التلاميذ في الفصل هو 40 تلميذ، يعني 3 على 4 من البنات هنضربوها في ال40 عشان توصل لعدد البنات في الفصل اللي ملوش مقام واحد. 40 على 4 فيها ال10، هيتبقى معاك التلاتة في 10 عدلوا طبعا ب30، يبقى عدد البنات في الفصل هو كام؟ 30 بنت. طب رقم 2 بيقول لك مع نادر 16 قطعة حلوى، هو معاه كده 16. أعطى صديقه أصدقائه هي 2 على 3 من قطعة الحلوى، فما عدد القطع التي أعطاها؟ يبقى تضربها في الاتنين على 3. على عكس لما يقول لك أنا عايز عدد القطع اللي مع مين؟ اللي مع نادر، هتطرحها ساعتها من واحد، وده نعرفها قدام شوية. طبعا مش مقام واحد. الاتنين في 6 ب12، 2 ومعايا الواحد، والواحد في 2 ب2، وكان معاك واحد تصبح 3، أصبحت 32 على كام؟ على التلاتة. طب ما ال 32 ده يا باشمهندس عبارة عن 30 زائد الاتنين، دي على التلاتة ودي على التلاتة. 30 على 3 فيها ال10، وتبقى معاك 2 على التلاتة. طب رقم 3 بيقول لك قطار يقطع مسافة 15 كيلومتر في الساعة بشكل منتظم. المسافة التي يقطعها في خلال ساعة ونص، ساعة ونص اللي هي واحد وواحدة على 2، هنضربها في ال15. طبعا هتضرب دي في مرة ودي في مرة، تبقى 15 و15 على الاتنين. طبعا يا باشمهندسي هي 15 على 2 فيها السبعة ونص، ادي 7 ونص. 15 زائد 7 ونص عاملة 22 ونص كده، او ممكن حتى نكتبها 22 واحد على 2. خلاص كده. تعال نجيب بقى اسئلة اختبر نفسك. أسئلة اختبر من نفسك بقى يا باشمهندس. بيقول لك هنا أوجد اختر بس عن إجابة المعطى. 2 على 3 ساعة بتساوي كام دقيقة؟ يبقى نروح نضرب على طول الاتنين على 3 في ال60. ليه 60؟ لأن من الساعة للدقيقة هنضرب في ال60. 60 على 3 طبعا فيها ال20، نضرب الاتنين في 20، الصفر هينزل والاتنين في 2 بالأربعة، نختار على طول ال40. طيب خمس من ال15، يبقى نضرب ال15 مضروبة في الخمس، يعني واحد على الخمس، ادي واحد على الخمسة. 15 على 5 فيها التلاتة، تبقى دي كده عشان بتساوي التلاتة. طب ديت المقام زي ما هو، الاتنين في كام بتساوي 6؟ طبعا الاتنين في 3 اللي رقم ب. طب ديت لما تضرب رقم في معكوس الضربي على طول بيساوي واحد بدون تفكير كده. طيب إذا كان عدد التلاميذ في الفصل 21 تلميذ، وكان عدد البنات يساوي تلت عدد التلاميذ، فمع عدد البنات يبقى نضرب التلت في عدد التلاميذ الكلي اللي هو هنا 21 اللي مفيهوش مقام واحد. الواحد في 21 ب21، والواحد في 3 ب3، تصبح يا باشمهندس 21 على 3 اللي هي فيها السبعة اللي هي رقم ألف. طب دي ايه اللي ينضرب في 3 بيساوي 6؟ طبعا مفيش غيرها هي الاتنين، تلاقي على طول نختار الاتنين وكده تكون خلاص. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. استنى يا باشمهندس بيقول لك هنا أكمل المال 5 مضروبة في 2 و3 على 8، هي الخمسة انضربت في الاتنين تمام، يبقى الخمسة تنضرب في 3 على 7، يبقى نحط هنا كده 5. طب رقم 2 اللي مفيهوش مقام واحد، الواحد في 3 ب3 والواحد في 8 ب8، تصبح 3 على 8. طب ديت هنا يا باشمهندس 9 على 3 فيها التلاتة، والاتنين في 3 على طول بكام؟ ب6. طيب 2 على 3 من العدد 24، بص كده 2 على 3 في ال24، طبعا اللي مفيهوش مقام واحد. طيب ال24 على 3 فيها ال8، والتلاتة في 8، الاتنين في 8 بكام؟ ب16، دي كاتبينها كده 16. طب دي كده يا باشمهندس ربع العدد 20، يبقى تضرب الواحد على 4 مضروبة في ال20، هي 20 على 4 على طول فيها الخمسة. طب دي إذا كان قاعدة الضرب هي 1 على 2 والمدخل هو ال4، يبقى هنضرب ال4 في الواحد على 2. 4 على 2 فيها ال2، تكتب هنا كده بتساوي 2. طب هنا يا باشمهندس كده دي كام؟ دي 4، البسط هو 4 أهو. طب دي كده يا باشمهندس واحد على 3. طب ما الواحد في الواحد بواحد، طب مش موجود. طب نعمل ايه يا باشمهندس؟ بص كده ايه اللي ينضرب في التلاتة عشان يساوي واحد؟ مفيش، بس ممكن نقسم على التلاتة. طب ما كان المقام يطلع بسط، يعني تضرب دي كمان في 3 وتلاتة في 4 ب12. معقولة يا باشمهندس؟ اضرب الاربعة في اللي خيطوه. طب دي كده رقم 8 خلي بالك 25 على 5 اللي هي فيها الخمسة وفوق 3، يبقى الخمسة في 3 على طول نقوله ب 15. تعال نجيب السؤال بعد كده. ثالثا يا باشمهندس بيقول لك أي عمال، بيقول لك يجري أحمد 2.1 كيلومتر كل يوم. 2.1 كيلومتر كل يوم، إجمالي المسافة التي يجريها كام؟ 5 أيام. يبقى نضرب هنا الخمسة مضروبة في الاتنين وواحد على الخمسة. هنا يا باشمهندس بقى الخمسة تنضرب في الاتنين تنضرب في الواحد، 2 في 5 ب10 والواحد في 5 ب5. طب 5 على 5 اللي فيها كام؟ فيها الواحد، والواحد زائد ال10 على طول ب11.
خلاص كده. طب ديت لدى عبير 16 مربعا، 3 على 4 منها حمراء والمربعات المتبقية صفراء. عايز عدد المربعات الحمراء، يبقى نضرب التلاتة على الأربعة مضروبة في ال16 اللي ملوش مقام واحد. طب 16 على 4 فيها الأربعة، والتلاتة في 4 أدي التلاتة في الأربعة بتساوي كام؟ بتساوي ال12. طب دي يوجد 5 أكياس من العدس، كتلة كل كيس 2 على 5 كيلو جرام. إجمالي كتلة الكيس، يبقى نضرب الاتنين على الخمسة مضروبة في الخمسة. طب 5 هتروح على 5 اللي بتساوي كام؟ فيها الاتنين. طب على طول دي كده يا باشمهندس كده بتساوي الاتنين. طبعا يا باشمهندس انت وصلت لحد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك شعار أول باشمهندس. متنساش تسأل على الاشتراك الأونلاين يا باشمهندس، هتلاقيني سايب لك التعليقات في الوصف يا باشمهندس، وتشوفك في الفيديو الجاي. سلام.